في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا مع بعض عن ازاي تختاري مجال شغلك وايه هي اهم المهارات اللي لازم تبنيها علشان تبدأي وتكملي لحد ما توصلي لنتيجة حقيقية. لكن يمكن لسه جواكي سؤال مهم، هل هو فعلا في ستات قدروا يبدأوا من الصفر ويغيروا حياتهم؟ وهل اللي اتكلمنا عنه ينفع فعلا على أرض الواقع؟ علشان كده في حلقة النهاردة قررت أشارك معاكي قصة حقيقية لست بدأت من الصفر ومع ذلك وصلت لنجاحات كبيرة لأنها اختارت إنها تبدأ وتتعلم وتكمل رغم الظروف. هنتعلم منها أهم 5 دروس عملية تقدري تطبقيهم فورا في حياتك، وده هيكون التطبيق العملي للحلقة اللي فاتت علشان ما يبقاش كلام نظري وخلاص، لكن واقع وتجربة عملية تقدري تمشي على خطاها. يلا بينا نبدأ. قصة النهاردة قصة بنت بدأت من الصفر، لا درجات عالية ولا طريق مرسوم ولا حد فتح لها الأبواب، ومع ذلك وصلت لمرحلة ناس كتير بتحلم بيها. قصة الجميلة سما واحدة من القصص اللي لما تسمعيها هتعرفي إن الشغف الحقيقي ممكن يغير حياة كاملة. سما خلصت ثانوية عامة بمجموع 77% بسبب ظروف أسرية وصحية في الوقت ده، على الرغم من تفوقها في السنين اللي فاتت، ودي كانت أول صدمة بالنسبة لها. ولقت نفسها في كلية آداب علم نفس، لكنها شافت إن ده مش مكانها، فقررت تقدم تمريض عسكري. وعلشان الكلية دي ليها اختبار لياقة فقررت تروح جيم علشان تنجح في الاختبار، لكن الصدمة إن هي اترفضت. على الرغم من إنها نجحت في خطوات كتير، لكن اترفضت بسبب إن إيديها بتعرق. وفي اللحظة دي كان قدامها طريقين، يا إما تقول خلاص نصيبي كده وترضى بالأمر الواقع، يا إما تدور على بداية جديدة. فقررت تكمل في الجيم، مكان صغير وتمارين بسيطة، بس اللي حصل هناك كان بداية جديدة تماما. سما اكتشفت إن الجيم مش مجرد رياضة، ده شغف. اكتشفت انها مبسوطة وهي بتتدرب وبتتعب ومبهورة قوي بعالم التدريب، ازاي بيتدربوا، ايه الشهادات، ازاي تبقى مدربة محترفة. وبدأت الأسئلة دي تكبر جواها وبدأ الفضول يحركها. ومع انها في الأول جربت رياضة الكونغ فو ونجحت فيها وأخدت فيها بطولات، لكنها لما رجعت الجيم لقت نفسها فيه بجد، عايزة تتعلم أكتر وتعرف أكتر وتطور نفسها كل يوم. وهنا بدأت رحلتها الحقيقية، بحث، تعليم، كورسات، شهادات، خطوة خطوة لحد ما وصلت للشهادات اللي تأهلها انها تكون مدربة محترفة. ما وقفتش عن تدريب بسيط او انها اتعلمت شوية في الجيم وتطبق خلاص اللي هي اتعلمته، لا دي راحت واخدت شهادات دولية في التدريب الرياضي، ووصلت حاليا ما شاء الله ل10 شهادات دولية في مجال التدريب الرياضي والتغذية الرياضية. وبقت واحدة من أفضل مقدمي المحتوى الرياضي على السوشيال ميديا، ناس من كل مكان بتتابعها ومحتواها بقى مصدر إلهام لآلاف البنات. وبعدها بدأت تدرب أونلاين وتتعامل مع عملاء، وكل عميل بيوصل لنتيجة كويسة ومرضية بالنسبة له كان بيجيب لها عميل تاني وعميل ورا عميل لحد ما بدأت دايرة العملاء تكبر عندها. وفي 2022 وبموظفة واحدة بس وفي مكان مشترك بدأت شركتها سما فيت، لحد ما وصل فريق عملها ل40 موظف تقريبا. وبدأت دايرة العملاء تكبر لحد ما وصلوا ما شاء الله ل20,000 عميل. حصل لهم تغييرات حقيقية وغيروا حياتهم مع سما فيت. وفي الشركة نفسها بقت في أقسام جواها، قسم تدريب رياضي وتغذية رياضيين ومتابعة وعلاج طبيعي وغيره. ونصحتها اللي هي كاتباها بنفسها على الفيسبوك ان اللي فرق معاها انها ما استنتش يبقى معاها فلوس كتير عشان تبدأ شركتها، انما اللي فرق معاها فعلا هو انها بدأت بالموجود والمتاح حتى لو كان قليل. وده بالظبط اللي انا اتكلمت عنه في الحلقة اللي فاتت، بدأت ومستنتش الوقت المناسب، هي اللي عملت الوقت المناسب. طب هي خلاص اكتفت بكده نقول ما شاء الله؟ لا، بدأت حلمها التاني وأسست شركة Just a Girl لمنتجات العناية والتجميل، وده كان حلم عندها وفعلا بدأت فيه وحققته. وعلشان تقدر توفق وتدير مجالين مختلفين درست إدارة الأعمال وحاليا بتحضر ماجستير، وما شاء الله حاليا بتجهز لشركتها الثالثة، وهي منصة عالمية هينزل عليها كورسات قريب جدا عن تأسيس الشركات وإدارة البيزنس والمشاريع، وهتحط فيه كل خبرتها والمشاكل اللي واجهتها. والحقيقة أنا شخصيا متحمسة جدا للكورس وبفكر جديا إني أحضره. فمن 77% لما شاء الله 10 شهادات دولية وصاحبة شركات، فهي قصة تستحق يتحكي عنها ونتعلم منها. ودلوقتي تعالي نشوف التطبيق العملي للحلقة اللي فاتت على قصة الجميلة سما. هسيبلك رابط الحلقة في التعليق المثبت. أول تطبيق عملي إنها اشتغلت في مجال تاني خالص وبعيدة عن مجال دراستها، وهي كلية آداب علم نفس. ما صعبش عليها ال4 سنين دراسة وأجبرت نفسها في مكان هي مش لاقية نفسها فيه لمجرد إن هي خلاص درستها.
رقم 2، إنها من الأول ما كانتش تعرف طريقة اللي هي هتمشي فيه، لكنها اكتشفته من خلال التجربة. هي الأول اتدربت كونغ فو واتفوقت فيه وأخدت فيه بطولات، لكنها مشيت ورا شغفها وهو الجيم. وده التطبيق العملي والمثال الحي اللي اتكلمت عنه في الحلقة اللي فاتت، إنك لازم تجربي حاجات كتير لحد ما تلاقي شغفك وتمسكي فيه. التطبيق رقم 3، إنها طول مشوارها بتدرس بجانب الشغل بالتوازي. يعني ما قعدتش تدرس وتاخد شهادات في شهادات وتأجل الشغل لحد ما تخلص دراسة. هي بتدرس وبتشتغل في نفس الوقت، وطول الوقت بتطور من نفسها وبتاخد شهادة ورا شهادة. وده الحل العملي اللي اتكلمت عنه لعلاج سلوك الهروب بالدراسة والخوف من البدء الفعلي في شغلك أو في مشروعك. التطبيق رقم 4، فاكرة لما قلتلك إنك لو من الناس متعددة الشغف وشاطرة في كذا مجال لكن مشتتة ومش عارفة تركزي في طريق واحد، وحل المشكلة دي هو إنك تثبتي نفسك في مجال لحد ما تقفي على رجلك وتنجحي، وبعدها تبدأي مجال تاني وتعملي ما بين الاتنين إدارة. هو ده بالظبط اللي عملته الجميلة سما بعد ما أثبتت نفسها في مجال التدريب الرياضي وبنت شركتها ما شاء الله وكبرت وقفت على رجليها. درست إدارة أعمال وبنت شركتها التانية، وحاليا ما شاء الله بتجهز للشركة التالتة. والتطبيق العمل الأخير إن سما ما شاء الله من بداية حياتها وهي بتشتغل وبتوفر فلوس علشان تاخد كورسات. فانتي لو عندك قدرة مالية ما تتردديش أبدا إنك تطوري من نفسك طول الوقت وتستثمري في نفسك، لكن زي ما قلتلك بالتوازي مع الشغل العملي، وما يكونش الدراسة أو كترها إن هي هروب إنك تاخدي خطوة فعلية في مجال شغلك. ودلوقتي نيجي لأهم الدروس من قصة الجميلة سما. رقم 1 هو إنك مش لازم تبقي عارفة الطريق كله، المهم إنك تبدأي وتجربي. فتجربة سما في تقديم كلية تمريض عسكري وعدم قبولها كان باب ليها إنها تلاقي شغفها وحبها للجيم، وإنها تبقى ما شاء الله مدربة وسيدة أعمال. رقم 2، الدرجات مش معيار أبدا للنجاح، الشغف الحقيقي هو اللي بيوصل للنجاح والإبداع. رقم 3، التطوير والتعلم المستمر أهم من أي رقم. رقم 4، النجاح مش بيجي مرة واحدة، لكن بيجي لكل واحدة مكملة وما تستسلمش. فقصة سما أكبر دليل إن أي واحدة فينا ممكن تبدأ من نقطة بسيطة وتوصل لحاجة كبيرة جدا. ولو طبقتي اللي قلناه في الحلقة اللي فاتت ومع الدروس اللي اتعلمناها النهاردة هتبقى انتي كمان قصة نجاح تحكى. ومن هنا هخصص سلسلة كاملة باسم احكي قصة نجاحك، هتكلم فيها عن قصص نجاح ستات بدأت من الصفر ولسه بتعافر علشان توصل. فانتي كمان لو عندك قصة نجاح صغيرة أو كبيرة، لو عندك لحظة غيرت حياتك، لو بدأتي نقطة صعبة ووصلتي لحاجة حلوة، ابعتيلي قصتك وانا هحكيها هنا على القناة علشان تلهمي غيرك. مش لازم تكوني مشهورة ولا لازم تكوني عاملة مشروع كبير، المهم ان يكون عندك تجربة حقيقية تستحق انها تتسمع، وهنا قصتك هتلقى مكانها. في التعليق المثبت هسيبلك رقم واتس تبعتي عليه قصتك. ومش بس كده، قصتك هتكون دعاية ليكي مجانية على القناة لكل مشاريع الناجحة اللي تستاهل فعلا الدعم. الحلقة الجاية مهمة جدا وهتكون تطبيق عملي على التسويق الذكي. ودلوقتي جه دورك، ادعميني بلايك وشير واشتركي في القناة. شكرا ليك.